الشخص اللي متطلباته في الحياة قليلة، اللي عنده دم، عنده إيثار وتقدير لضغوطات الحياة وظروف الآخرين. أحيانا بعد فترة الأشخاص المقربين ليه بيتصوروا إنه إنسان بلا احتياجات، ملوش نفس، خالي من الرغبات، ما عندوش طموح. بيترجموا سكوته على إنه زهد، بيتعاملوا مع تعاونه، تضحيته، تأجيله على إنه تفريط في حقه، مش على إنه عارف يمشي حياته بالمتاح، أو مش حابب يرهق اللي حواليه، أو بمنتهى البساطة عنده إحساس. الشخص ده بيفضل ساكت لحد ما يحصل موقف يدرك فيه إنه اتنسى، محدش عامل حسابه، كأنه مش موجود. وقتها بيدخل في صراع داخلي بين القيم اللي كان بيتعامل وعايش بيها وبين الناتج المؤلم نفسيا اللي وصل له. وده عكس تماما الشخص اللي عارف حقوقه وبيحافظ عليها وبيطالب بيها، ويوم ما حد ينساه حتى لو عن غير قصد بيعرف يظهر ويعلي صوته ويعلم اللي حواليه انه مهم وليه احتياجات ومتطلبات لا يمكن التغافل عنها، لانه مش هيتنازل.